حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. قال لك تعرف منين بقى انك ماشي صح وماشي في طريق النجاح؟ قال لك تعرف من مدى دلدله صرم المنافس بتاعك. واحد هيقول لي طب يا مو نعرف منين اذا كان المنافس بتاعنا صرمه مدلدل ولا ما دلدلش؟ انا يا قلب اخوك اقول لك تعرف يا صاحبي ان صرمه مدلدل اول ما تلاقي مفيش على لسانه غير سيرتك، واول ما تلاقي المحتوى بتاعه كله اتقلب من فرقته اللي فقد الامل فيها لفرقتك انت، ولكن هتلاقيه دايما جايب سيرتك بتهميش وبتقليل من اللي انت بتعمله. وقتها يا صديقي اعرف ان انت ماشي في الطريق الصح وماشي في طريق النجاح، واوعى تبص وراك. طبعا بعد صعود نادي الزمالك لنهائي كاس الكونفدراليه للمره الثالثه في تاريخه، لجان بابا جيمي اشتغلت علينا الله ينور. وبرضه الاعلام بيقوم بدوره في حته التهميش من اللي انت بتعمله، واهتمامه كله بقى على الكابتن سيد راح، الكابتن سيد جه، الكابتن سيد راح اتحاد الكوره، الكابتن سيد رجع من اتحاد الكوره. ولكن يا صديقي كل ده ولا يشغلك، تقلق بس لو لقيت جمهورك سايبك، غير كده شكليات. وطبعا لجان جيمي اشتغلت بالسكريبتات المكرره اللي بنشوفها على جميع صفحاتهم وجميع المنصات التابعه ليهم. يعني مثلا انا اكاد اجزم ان مفيش زملكاوي فيكم البوست ده بعينه، البوست يا صديقي اللي كلنا شفناه، اللي بيقول النادي الزمالك بعد ما تعادل في ارضه وفي وسط جمهوره بيوصل لنهائي الضحك، ها ها ها، قصدي نهائي الكونفدراليه. ياض لم صرمك من على الارض يالا. ياض طب لما توزع سكريبت وزع سكريبت بيضحك، انت دمك يلطش. طب يا اسطى قول لنا احنا نبعت لك سكريبتات ترفعها بتضحك والله، وارفعها انت واحنا هنضحك عليها. انما يا اسطى شغل بيد المزارع ده بصراحه صعب ومبين قوي مدى دلدله صرمك. وبعدين ماله يا اسطى نهائي الكونفدراليه دلوقتي بقى نهائي الضحك؟ طب ما انت شاركت فيها قبل كده ولا انت ناسي؟ بس انا وظيفتي بقى ان كنت ناسي افكرك. فرقتك يا صديقي شاركت في بطوله الكونفدراليه 3 مرات، مره سنه 2009 وخرجت من دور ال 16 على ايد فريق كده اسمه سانتوس بعد ما رنها 3-0 وطلعها بضربات الجزاء. وشاركت تاني يا صديقي سنه 2015 وطلعت على ايد فريق اسمه اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي بعد ما اداك 1 في جنوب افريقيا و4 في القاهره. اما بقى سنه 2014 يا صديقي ربنا نفخ في صورتك ووصلت النهائي وجبت جون في البلاست السعين، وكنت فرحان فرحه اللي بتجوز بنتها. والله الصوره قدامك اهي، انت بجمهورك بالمدرب بالجهاز الفني كنتوا فرحانين فرحه الهبله. بس طبعا وقتها كانت بطوله قاريه، انما لما الزمالك يوصل النهائي بتاعها بتبقى اسمها بطوله الضحك. فخلاصه الكلام يا صديقي لم صرمك عشان شكلك بقى وحش قوي. اما بقى جمهور نادي الزمالك العظيم، فاحب اطلب منكم طلب، يا ريت اي حد يشوف اي سكريبت متوزع او اي بوست من النوعيه دي اوعى تفكر تخش تكتب اي كومنت او تعمل اغضبني او تديله اهتمام اصلا. يا صديقي البوستات اللي من النوع ده تعرفك ان انت ماشي صح، وبما انك ماشي صح اوعى تبص وراه. وطبعا مش لازم افكرك كل فيديو انك تعمل فولو للبيدج اللي بكلمك منها حاليا، لان البيدج دي اللي هنشتغل عليها فيما بعد، والصفحه القديمه احتمال كبير تتقفل. ايوه وانت بتتفرج دلوقتي على الفيديو كده اعمل فولو، اعمل لايك، واكتب لي كومنت حلو منك، واشوف وشكوا على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.